فين جاد؟ تفضل. وين هاي الثاني؟ أهلا وسهلا ابن عمي، شو وين كنت؟ وين تأخرت؟ بتكون يعني؟ وين بتكون؟ مع المغضوب ضرغام بالقهوة. ايوه، لأنه تأخرت كثير يعني، جهزت الفطور على بكير. ايه الله يعطيك العافية. الله يعافيك، شبه؟ لك إيه شو بني؟ شو بني؟ والله طاش حجر يعني من طول عمرنا الناس ما بتحكي علينا شيء، الدكان يعني لأبي وبحياته ما احتاج حدا، وطول عمره يعني بيعطي الناس، هو اللي بيعطي الناس مو الناس بتعطيه، بالأخير يعني هيك أنا طلع علي هالسمعة. أنا سمعة ابن عمي؟ ايه له قلت لي له سمعة يعني مو عم تسمعي يعني ما عم تصلك الأخبار يعني إنه شو خبر والله أخوكي. يلا ما بدنا نحكي الله يسامحك. شبه أخي؟ لكن شو الناس كلياتها عم تحكي علي انه كنت منداء بالمصاري واخوك شي ناس بتقول انه اشترى الدكان وناس ثانيين بيقولوا انه نازل شريك معي، والله مو محموله. يا ابن عمي، إيه شو هالسيرة هي؟ من طول عمرنا الناس بتقعد بتحكي، هلا صرت تسمعها؟ لك ايه تحكي على غيري مو علي، طول عمري انا ايدي هيك بعطي الناس، هلا ينحكى علي انه شو خبر بحتاج. يا ابن عمي، تقبرني طول لي بالك، مستحيل الناس تكون عم تحكي هذا الحكي. لما كنت بالقهوة مو ضرغام اللي قال لك هذا الحكي؟ لك لا ترد عليه، تقبرني لا ترد، لك هاد بغار منك. بعدين اخي عقله يعني صعب شوي، بس انت سايره كرمالي، مو انت ساويت هالشي كرمالي تقبرني. لك على عيني وراسي، بس يعني ما توصل مواصيل الناس تحكي علي اني قتيل عند اخوكي، هي مو حلوه. لك فشرت عينه، ما حدا بيسترجي يحكي هيك تقبرني، انت زينة الرجال، لا تصدق هذا الكلام، هي كلها غيرة تقبرني، غيرة. اسمعي يا بنت الناس، هلا بتعملي حالك تروحي على بيت اهلك وتقعدي معهم هيك بهدوء يعني مع اهلك مع اخوكي، اقنعيهم انه بلا هالشراكه. إيه لا والله مالي رايحة، بدك تطلعني صغيرة قدام أهلي؟ شو بدهم يقولوا؟ بدهم يقولوا إنه جوزك تراجع عن حكيه؟ ما برضاها، أنت بترضاها علي؟ يا عيني ما برضاها لا عليكي ولا علي، بس يعني مو حلوة الناس عم بتقول اني اجي عند اخوكي، مو حلوة بنوب. خلاص الشراكة بلاها. ابن عمي، ما بدك تفطر؟ إيه لا ما بدي. وليش ما بدك تفطر؟ لا ما بدي، بس هيك حاس حالي يعني لبى بدي شو هي تعبان يعني. ايوه، لا تكون مستحي تقبرني، لا تستحي مني. لا شو استحي منك، لا استحي منك، بس شوي هيك فكري يعني مشلوب. بشو؟ ما بشي، بس المغضوب ضرغام اللي ارجع لعنده، فبروح ارجع لعنده، كلي انت كلي. شو حطيت الفطور لآكل لحالي أنا؟ بصحة وهنا. ليه قالوا لي مو زيتونات امي؟ لا أمي. ايوه مأكول الهنا. إيه عرياحتك، مهونة إن شاء الله تقبرني. السلام عليكم. إيه شو بدي أقعد أفطر لحالي؟ يعني استفيد. بعدين مع السلامة. اسمعني. وبعدين مع هالقصة هي ما بدها يعني فك الشراكة مع أخوها مشان ما تزعل أهلها. إيه وبعدين شو حلتها؟ كيف بدي فك الشراكة؟ مالي غير حل واحد، أعمل مشكلة معها وحردها على بيت أهلها. إيوه هيك بتزبط لعند أهلها. يا مرة لك وين يا خلي؟
هيك مرات هي عبيود. يلا خير. ايه ليه ما بنطفي ارض الديار؟ ايوه، ومن امتى يا بعدي انت بتسال عن ارض الديار؟ هلا صرت اسال ليه مو نظيفه؟ هلا بنطفى بعد شوي بكير، شو عليه؟ ايوه ايه وين الغداء؟ غدا امتى فطور ما فطرت، بعدين بكير على الغدا لسه ساعتين. إيه لا مو بكير، انت قلتي فطور ما فطرت هلا بدي اكل، وين الغداء؟ يلا بعد 5 دقايق بسخن لك اياهم. لا شو تسخين ما تسخين، بدي غدا هلا مطبوخ هلا، بدي اكل. اطبخ هلا؟ طب شو بدي اعمل باكلة امبارح؟ انت ما اكلت؟ يا حبيبي انا عم بتعب وش لحتى اكل اكل بايت، لا ما حسبتي، وين الغداء؟ هلا بسخن الاكل. ما في تسخين، بدي غدا هيك طازه، عم تفهمي ولا ما عم تفهمي؟ لك ليش عم تحكي معي هيك؟ شو ولك هيك مرة حدا قال له عندي شيء؟ ليكي هيك انا ما بيمشي الحال معي، ما بيمشي الحال، بتخنت يعني، وبالوعد بيت اهلي. نعم؟ إيه لا سيد راسي، انا ما بروح عند بيت اهلي، انت روح لعند امك. إيه لا تخنتيها كثير، قومي عم بقول لك روحي على بيت اهلي. لك عم تمد ايدك علي، عم لك مالي رايحه، شو صار لك؟ ولك بمد ايدي واجري كمان على بيت اهلك، شو؟ مالي رايحه. ايه بدك تروح؟ شوف يا صاحبي، انت غلطت غلطة كبيرة لما ضربت مرتك، وانا بظن الندم ما بقى ينفع. اخي كانت ساعة قضاء، الله يخزيك يا شيطان، الله يخزيك. بعدين انا فار دمي لما سمعت الناس شلون عم تحكي علي، لكن معقول انا اللي بساعد الناس ينقال عني محتاج؟ اخي بعدين بتجرح، قاسية وبتجرح، تعامل الناس بالمنيح ويعاملوك بالقبيح. بس انت الحق عليك، انت خجلت منه، والرجال مدى ما انخجل بيروح ماله. على كل حال انا رح اقول لك كلمتين وانت رح تفهم علي. اللي إله شريك إله معلم. اخي انا ما خجلت منه، مرتي طلبت مني وانا بحبها فما رديتها. هلا المهم ما علينا بالطويله. انت شو بتنصحني؟ هات لشوف نورني. اذا بتسمع نصيحتي انا برايي تروح لعنده على الحاره وتقول له يا اخي انا ما بدي هالشركه كلها، وتفضها سيره بقى. اخي انا ما بهون على حدا غيرك، هلا انت ورايح بطريقه مر لعنده على الدكان وقول له عاوزه يجيني لهون بحلها. يا سيدي شو علي؟ وانت قلتها وعلى الحارق كمان. اشرب شاي على عيني. بتعرف لك قبل عز فاجأتني، ما شاء الله عنك صاير بتعرف تفكر. والله عليك. لا بعجبك على كيفك. لا يا أخي ما بدي فك الشركة، وأحمد ما عندك اطبخه، شو بدك تعمل يعني؟ سلام قولا من رب رحيم. اخي الدكانه الك وهبنا اياها، بعدين انا ما بعرف يعني شلون هيك لبختني وخليتني شاركك، بس خلص ما بقى اتحمل الشركه بدنا نفضها. طول بالك يا صاحبي، طولوا بالكم يا رجال. أخي كلمتين ما عندي غيرهم، أنا بكرة من الصبح نازل على العدلية وبدي سجل المحل وكل شي بضاعة باسمي، واللي بدك إياه اعمله، سلام. اسمع، عجبك على المشوره تاعيتها؟ بس بصراحة كله من جد بنتك، لأنه سمعت الناس بالحارة كلها عم تحكي إنك بايع الدكانة. لك يا أخي حكي، أنت بتعرف إني ما أعطاني ولا نقلة، بس أنا هيك لأني بحبها لمرتي. المهم أنا خلاص هلا رح روح اشتكي عليه على الكراكون. العمى لك شو هاد؟ لك طلع نمس مظبط كل شيء حتى مع الكراكون. وانا عم اقول لحالي كل ما اروح على الدكان بيجي بيعمل لي مشكله لحتى اطلع، وهو عم بظبط اموره مع الكراكون ومع العالم مع الشهور، وانا علمت الاجدب رحت وصلت فيه وصلت فيه كثير. لك هو كان يجي لعندي كل يوم تلاقيه هون عندي، يعني شو بدي طلبات شو جاي على بالي تلاقي هيك عم بلبيني، فرحت وصلت فيه. بعدين انا بحبها لمرتي يا اخي، بحبها كرمالها، يعني انا وصلت فيه. لك هي مو اسمها محبة،
هي اسمها حيواني. شفت محبتك لوين ودت فيه؟ خسرتك الدكانة وكل البضاعة كمان. بعدين هدول الشهود اللي راحوا شهدوا ضدك، انت اللي حاكي قدامهم انك بايع الدكانة يا فلهود. لا ما شو بدي اقول له ها، بس يا اخي بحبها لمرتي، بحبها كتير. عقيل يا عيد تعال مع القصة لفينا. ليش عم تعيط؟ لا ما عم عيط ولا شيء. ليه اخي؟ بعدين ساعة لتفتح الباب؟ خير اخي خير شو في؟ انت رعد؟ ايه محسوبك رعد. هلا شو؟ جيني هيك بتعبي العين شوي. خير اخي شو في؟ ما في شيء، في مصيبة ما لك عاملها ليش؟ امشي معك كركون تعال. اخي شرف نحكي جوا. لا بدي شرف ولا تشرف، حمل حالك وتعال معي على الكركون. إيه طيب بس بدي اجيب غلط من فوق وبرجع لك تعال الكركون عم يستناك. يلا يلا والله لا خليك تمطي. روح. احتراماتي حضرة اليوز باشي. هذا هو؟ هذا هو المتهم مطر. مين مطار؟ هلا مطر رعد مشيها، احكي مع حضرته. تعرف حالك شو عامل يا رعد؟ يا سيدنا انا بحبها لمرتي، بحبها كتير. شو دخل مرتك بالموضوع؟ إيه ما عمل شيء يعني انا سيدنا ما شلون مالك عامل شيء؟ يا سيدي إيه ما هلا بلا كترة حكي ورد على حضرته. يا عم رد على حضرته، الله وكيلك يا سيدنا. يعني انا ما عمل شيء بحياتي، ما عملت شيء يعني غير اني انا يعني بحبها لمرتي، بحبها كثير الله وكيلك. وابن حماك مين ضربه بالسوق؟ حماي والله يا سيدي ما بعرف مين ضربه بالسوق. يعني انا طول عمري يعني بمشي الحيط بقول يا رب السترة. شو حضرته عم يتبلاك يعني؟ لا مو حضرته عم يتبلى، اللي هو ما بعرف مين حاكي علي، هو اللي عم يتبلاني. لا انا اللي عم بتبلاك. لا سيدنا محشوم سيدنا الله وكيلكم. بس انا يعني لا ضربت حدا ولا بضرب بحياتي، ما ضربت حدا. انا اصلا انا لما وعيت على الدنيا وكبرت يعني هيك شوي يعني رحت تجوزت وبحبها لمرتي كثير الله وكيلك. رح يحكي لي قصة ابو زيد الهلالي. سيدنا ما الدكان مين بايع على ابن حماك؟ دكان؟ ايه هي دكان الله وكيلك دكانتي انا ما حدا باعه هي. يعني انا لاني بحبها لمرتي كثير يعني خجلت منها. حضرتكم مبين حيعذبنا كثير ولازم يتدلل. لازم يتدلل. بس بدي اساله هالسؤال، حضرتك بايع الدكان لابن حماك وابن حماك طوبها بالعادلية باسمه وبالكركون وجايب شهود كمان. العمى الله وكيلكم يا سيدنا الحكي مو صحيح ابدا. انا بحبها لمرتي كثير فخجلت منها ورحت جبته يعني حطيته شريك معي بس هو ما له علاقه. لك انا شو لي علاقه بهذا الحكي؟ شو لي علاقه بهذا الحكي؟ سيدنا انتم عم تسالوني انا عم بجاوبكم. لسه بيقول لي بحبها لمرتي وبدري شو ما بعرف ايش. شو بدي لي هاللعي الفاضي تبعك انا؟ اخذت لي اياه لتحت ولا لا؟ دللته ولا لا؟ ما دللته، بس اذا بدك بخليه يبرق يرعد تحت سيدي. خليه يبرق يرعد. سيدنا ببرق وبرعد دللوني. امشي. دلال منيح. لا كان عندنا دلال كثير. والله خليه عواكي ويصل لهون. عمي انا بدي اعوض. شو هالاجدب هذا؟ لسه بيقول لي بحبها لمرتي اخ يا صاحبي لك شو بدي احكي لك الله وكيلك هانوني زلوني وضربوني كسروني تكسير وبالاخر بصموني غصب عني بصموني. بس انا مو هذا الاخر لك الدكان ورثة ابي عن جدي. هي الدكان كانت احلى دكان بالشام كله. لك شو ما طلبت موجود، حمص فول فاصوليا كل شي بدك موجود فيها. ولك حتى الخضرة والفواكه. لك كل الناس كانت تجي لعندي على الدكان من كل الحارات من هون ومن هون. لك 4 دكاكين كانوا عم بيحاولوا يغطوا علي بس ما حسوا. وبالاخير اجال لك الله يصطفل فيه ما بعرف هيك مثل السحر دخل هيك فيني وشاركني من لا شيء. انت بتعرف يعني ما اخذت منه ولا نقله. واخرته معه لهط الرزق كله. بس مع ذلك يعني مو هذا الاخر.
مقهور على مرتي، مقهور على مرتي يا صاحبي. يا أخي بحبها كتير. بس بتعرف يا صاحبي كل القصص اللي صارت معك لأنك بتخجل. يا أخي والله أنا ما كنت هيك، ما كنت هيك، بس ما بعرف هيك بعد ما تجوزت وحبيتها لمرتي ما بعرف شو صار لي. تشرب شاي؟ نشرب شاي. عملنا كاستين. والله تعبان، أنا تعبان كتير. تكي. يا أخي بحبها ابتسام، بحبها كتير. جاي مرحبا. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، رجعتي لي. لا ما رجعت لك، أنا جاية آخذ أغراضي وروح على بيت أهلي. لا وين بدك تروحي؟ أنا بحبك كتير. إيه ما بيفيد هذا الحكي، خلص وقته. إيه وخلي الله، وخلي الله، أنا بحبك والله بحبك كتير. تعي نحكي، تعي. أهلا وسهلا، نورتي بيتي. يا خوينة العشرة، يا خوينة العشرة بيناتنا، آخر شي بتوقعه إنك تكون أنت هيك. لك أنا شو سويت؟ يعني شو سويت؟ يعني والله ما عملت شيء، يعني أخوك هو اللي بهدلني وبهدل حياتي وكركب حياتي كلياتها وأخذني على الكراكول. شو سويت أنا غير إني بحبك؟ لا تحكي عن أخي هيك، أوعك ها، أنت اللي بعت الدكانة بعشرة، على شو عم تحكي لك شو بعتوا ما بعتوا، قدامك صار الموضوع يا بنت الحلال. أنا خجلت منه كرمالك لأني بحبك كثير. بس أخوك يعني عدم مؤاخذة طلع حرام. لا تحكي عن أخي، أوعى ها، أنت بعد هديك المشكلة خبرتك، لا تبعتني عن بيت أهلي وبعتني، وأهلي هلأ ما عاد بالدنيا. لك شو ما عاد بدهم يعني؟ شو ما عاد بدهم يعني؟ أنا ما فيني أعيش بلد، يعني بحبك كثير. ما بيفيد هالحكي، أنا ما عاد بدي إياك كمان. أنت ما بدك يعني؟ أكيد لا، بعد اللي عملته أكيد لا، أنا ما بقدر أعيش معك. مع إني بحبك كثير. أي نعم. اسمعي لك يا بنت الحلال، اسمعي اللي أنا في حياة عمري ما عذبتك، وفي حياة عمري ما ضايقتك، وفي حياة عمري ما رديت لك طلب، وأنا اللي بحبك كثير. بقول لك يا بنت الحلال، أنت طالع لك حاسة الشاي وتتشهدي مثل الحمارة. قومي طب غراضك وعلى بيت أهلك تطلبي أنت وأهلك وأبوك وأمك وأخوك. بسيطة. شو علي وعلى هذا. يا أخي إيه أنا اللي حرقتها، دكاني وحر فيها، حرقتها باللي فيها. انت بتعرف شو سويت يا فهمان؟ حرقت دكاني. لك انت حرقت نص دكاكين الحارة. شو عم تحكي؟ مثل ما نعمل. حسبي الله ونعم الوكيل على الحكي. أخي أنا ما حرقت شيء، حرقت دكاني بس يعني هيك من طوشة حجري، يعني نسيت إنه باقي الدكاكين خشب وممكن ينحرقوا، يعني ما بعيد. لك انت حرقت دكانتك وامتدت الحريقة للدكان الثانية والثالثة، لك راحت الحارة باللي فيها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لك شايف بيتك هذا؟ ايه شو إذا بتبيعه كله ما ممكن تعوض أهل الحارة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لك وين بدك تروح من ربك وين؟ لا إله إلا الله. وبتعرف إذا دريوا أهل الحارة لك إنك أنت ورا الموضوع
والله 10 سنين بالقلعة ما بيكفوك. يستر على اختك، يستر على اختك، ما في داعي حدا يعرف. هون حفرنا هون قبرنا. اي والله ما كان قصدي، انا ما كان قصدي. ولا يا صاحبي يعني انا شو بدي اساوي؟ شو بدي اساوي؟ شو بدك تساوي؟ أحسن شيء لك روح، لك هجم من الحارة، طلع خوش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لك الله يسامحك، الله يسامحك، الله يلعن هديك الساعة يا حبيبي، الله يلعن هديك الساعة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.